طيب الله أوقاتكم سادتي وسيداتي أينما كنتم بكل خير، أحييكم وفي بالي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. وزير الخارجية السيد عثمان صالح يستقبل نظيرته السويدية. إريتريا تشارك في المؤتمر 120 للدول الإفريقية الكاريبية والمحيط الهادي. تقييم أنشطة إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر. ترامب يفرض حصارا بحريا نفطيا على فنزويلا وكاراكاس تعتبره تهديدا بشعا. موسكو ترفض هدنة مؤقتة مع أوكرانيا وتعارض وجود قوات لحفظ السلام. مقترح يلغي حظر بيع سيارات البنزين والديزل بعد عام 2035. السلام عليكم ورحمة الله. استقبل وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح وزيرة الشؤون الخارجية السويدية السيدة ماريا مالمر ستينجرد في مكتبه بعد ظهر اليوم 17 من ديسمبر، وناقش الطرفان العلاقات الإريترية السويدية والقضايا والتطورات الإقليمية بالإضافة إلى أمن القرن الإفريقي والبحر الأحمر. على صعيد متصل، التقت وزيرة العمل والضمان الاجتماعي السيدة الأول جبرها بالوزيرة ماريا مالمر، طلعت فيها على سير أعمال الحكومة الإريترية الرامية إلى ضمان العدالة الاجتماعية. هذا وقد وصلت وزيرة الخارجية السويدية السيدة ماريا ستينرغيرد إلى أسمرة صبيحة اليوم في زيارة عمل لإريتريا تستغرق يومين. وكان في استقبالها بمطار أسمرة الدولي مدير عام الدوائر بوزارة الشؤون الخارجية السفير ستيفانوس تماريام. شارك وفد إريتريا برئاسة سفير إريتريا لدى الاتحاد الأوروبي ودول البينولوكس السيد ناغاسي سنغال في المؤتمر 120 للدول الإفريقية والكاريبية والمحيط الهادي الذي عقد في بروكسل البلجيكية من 12 وحتى 14 من ديسمبر. عقد المؤتمر الذي ترأسه مؤقتا وزير الشؤون الخارجية لجزيرة سلمون بمشاركة ممثلو 65 دولة، وتناول سبل رفع مستوى المنظمة الاقتصادية بالإضافة إلى تطور وتوسيع الشراكة مع المنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأوروبي وآخرين استراتيجيين. وشدد الوفد الإريتري في كلمته على ضرورة المحافظة على السلم والأمن واحترام السيادة ووحدة الدول وتأسيس العلاقات الثنائية دون الاتكال على أساليب التهديد والضغط والقوة بينهم. ودعا الوفد لرفع العقوبات الأحادية المفروضة على معظم الدول الإفريقية والكاريبية والمحيط الهادي. وبخصوص الشراكة الجماعية، أشار إلى أهمية العمل بجد من أجل تأكيد تفاعل استفادة الدول الإفريقية والكاريبية والمحيط الهادي في المحافل الدولية المنحصر على حق الملكية ليتطور إلى المشاركة المؤثرة والاستثمار فيها على حد سواء. وحث الوفد في الختام على العمل بجد من أجل تطبيق التوصيات التي طرحت من قبل إريتريا في الاجتماع العام للأمم المتحدة الذي عقد في شهر أكتوبر من العام الجاري، الذي نص على توحد دول أعضاء الاتحاد الإفريقي والكاريبي والمحيط الهادي والاتحاد الأوروبي في مبادئ الشراكة والمنفعة المتكاملة. قيمت إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر أنشطتها السنوية وبحثت البرامج المستقبلية في اجتماع عقدته يومي 15 و16 من ديسمبر في مدينة عصب. وقال حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتاي في الكلمة التي ألقاها إن من بين البرامج الرئيسية الموضوعة لعام 2025 توسيع خدمات التعليم التمهيدي وحملة مكافحة العمى وتنمية الثروة السمكية والزراعة وحملة تطعيم الماشية وتخفيف النقص في الفصول الدراسية وتحسين إمدادات مياه الشرب في مدينة عصب. وأشار الاجتماع إلى تقديم دعم متنوع لأسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الفقيرة وإنجاز أعمال فعالة في برامج الحفاظ على المياه والتربة عامة وبناء قنوات الري والأحواض الجوفية وإصلاح الطرق الفرعية خاصة. وبعد مناقشة متعمقة للتقارير المفصلة التي قدمت عن كل قطاع، تبادل المشاركون آراءهم حول نقاط القوة والضعف خلال التنفيذ بالمقارنة مع العام السابق.
وأوصى الاجتماع لإيجاد حل دائم لمشكلة النقل في الإقليم وإصلاح سريع لأعطال خدمات المياه. وفي كلمته الختامية دعا السفير محمد سعيد منتاي لبذل جهود جادة لزيادة مشاركة الشعب في برامج التنمية عامة والحفاظ على المياه والتربة على وجه الخصوص. نظم مكتب إدارة مديرية فرو بالتعاون مع متحف إقليم شمال البحر الأحمر زيارة لتنظيمات الشباب الموظفين إلى ميناء عدوليس الأثري يوم 11 من الشهر الجاري. وتفقد الشباب الآثار التي بدأ الحفر فيها منذ عام 2011 التي شملت المباني والآثار إلى جانب دلالة الحركة الاقتصادية من الحرف اليدوية والنقود المعدنية وبقايا الزجاج والرفاه التي يتم دراستها والمحافظة عليها في المتحف الإقليمي والمتحف الوطني. وفاد مسؤول الإدارة والمالية بمديرية فرو السيد سعيد علي ومسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية السيد زر أزجين مريم لوكالة الأنباء الإريترية أن الزيارة تهدف إلى تعريف الآثار والتاريخ للموظفين بشكل عام والشباب بشكل خاص كونها أحد ركائز الهوية والموروثات الوطنية. وأعرب الزوار عن مدى فخرهم بمشاهدتهم للآثار العريقة مؤكدين المساهمة في الحفاظ على الموروثات الوطنية برفع وعيهم الوطني. وناشد عضو قسم الحفاظ على الآثار ومتابعة المناطق التاريخية السيد فيلماوي موسى في متحف شمال البحر الأحمر ناشد المؤسسات الحكومية والاتحادات الوطنية لتنظيم برامج مماثلة مشيرة للثروات التاريخية التي يمتلكها ميناء عدوليس. هذا ويقع ميناء عدوليس الأثري على بعد 6 كيلومترات شرقي بلدة فرو. نظم مكتب التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر دورة تدريبية لمدة أسبوع في أفعبت حول الثقافة والصحة ل 122 معلما من مديريات أدوبحة ونقفة وقرورة وأفعبت. ويعد التدريب مواصلة لدورات تدريبية مماثلة أجريت سابقا في فرو وجندع وشمل الأغاني والشعر الشفوي والموثق والأغاني والموسيقى التقليدية والحديثة والدراما والألحان وأنواعها في مجال الثقافة وفي المجال الصحي الأمراض المعدية والوقاية منها والإدمان وعواقبه والأضرار الصحية للكحول. ودعا مسؤول قسم الثقافة والرياضة في مكتب التعليم بإقليم شمال البحر الأحمر السيد محمد عبد الله دعا المتدربين للاستفادة من الدروس المقدمة وغرسها في الطلاب والمجتمع. من جهة أخرى تلقى معلمو المرحلة الابتدائية الجدد والقدامى في مديرية ملقه دورة تدريبية على أساليب تدريس الرياضيات واللغتين التجرينية والإنجليزية. وصرح مراقب التعليم والأستاذ محرة آب دوغو بأن الهدف من التدريب هو إصلاح نقاط الضعف. وقال مسؤول التعليم في مديرية ملقا الأستاذ إبراهيم يعقوب إن التدريب كان جزءا من الإجراءات المتخذة لتحسين جودة التعليم وحث المتدربين على القيام بدور فاعل في إعداد طلاب مؤهلين من خلال الجمع بين قدراتهم وخبراتهم المتراكمة. دعا مدير مديرية هيكوتا السيد شيخ الدين صالح إلى تعزيز دور المجتمع والهيئات الحكومية في برامج التنمية عامة وتأمين استدامة الخدمات الاجتماعية على وجه الخصوص. وأوضح بأن برامج التنمية التي يتم تنفيذها تحدث تغييرات إيجابية في الحياة المعيشية للمواطنين وحث على تعزيز دور الهيئات الحكومية وممثلي الشعب لزيادة استفادة المجتمع وسد النواقص. كما دعا إدارات ولجان القرى خاصة إلى متابعة مؤسسات التعليم والصحة ومياه الشرب النظيفة وغيرها في مناطقهم عن كثب والعمل بوعي لضمان استدامتها. وتعهد المشاركون من جانبهم بتلبية المتطلبات لضمان توافر الخدمات الاجتماعية واستمراريتها. استشهد المناضل جبر هواريات توكو ولد ميكائيل يوم 15 من ديسمبر عن عمر ناهز 78 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل جبر هواريات بصفوف جبهة تحرير إريتريا ثم انتقل إلى صفوف الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في عام 1986 وناضل ضمن الوحدات القتالية وقسم المواصلات ثم ظل تحت رعاية وزارة العمل والرعاية الاجتماعية فرع الإقليم الجنوبي نتيجة للإصابة التي ظل يعاني منها حتى تاريخ استشهاده. المناضل جبر هواريات توكو رب أسرة وأب ل6 أبناء وقد وري جثمان الثرى
يوم أمس 16 من ديسمبر في مقبرة الشهداء بدكم حاره. ويعرب فرع وزارة العمل والرعاية الاجتماعية بالإقليم الجنوبي عن بالغ حزنه باستشهاد المناضل قبر هواريات دوكو، ويعزي زويه وزملائه المقاتلين. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري شامل على سفن النفط الخاضعة للعقوبات المغادرة من فنزويلا والمتجهة إليها، وذلك في تصعيد للضغوط على الرئيس نيكولاس مادورو. من جانبه قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو لنيوز ماكس إن الولايات المتحدة قد تخاطر بتكرار سيناريو فيتنام باستخدام القوة العسكرية ضد فنزويلا. وحذر الرئيس الأمريكي من أن الصدمة التي ستتلقاها فنزويلا ستكون غير مسبوقة إلى أن تعيد إلينا النفط والأراضي والأصول التي سرقتها بحسب زعمه. في المقابل وصفت الحكومة الفنزويلية إعلان ترامب بأنه غير عقلاني وتهديد بشع. وجاء إعلان ترامب الأخير بعد أيام من استيلاء القوات الأمريكية على ناقلة نفط قبالة الساحل الفنزويلي. وفي هذا السياق نددت كاراكاس أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الثلاثاء بسرقة ناقلة نفط. من جهته اعتبر الرئيس الفنزويلي أن الانتشار العسكري الأمريكي على مسافة قريبة من بلاده هو جزء من خطة لإطاحة حكمه وسرقة النفط الفنزويلي الوفير تحت ستار عملية مكافحة المخدرات. أعلنت روسيا رفضها وقف إطلاق النار في أوكرانيا وفقا لوكالات الأنباء الروسية بعد أن دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف القتال خلال عيد الميلاد. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: نريد السلام ولا نريد وقف إطلاق النار على حد تعبيره، مشيرا إلى أن الهدنة المقترحة من شأنها السماح لأوكرانيا بالتقاط أنفاسها والاستعداد لمواصلة القتال، مؤكدا في الوقت ذاته أن بلاده تريد إنهاء الحرب وتحقيق أهدافها. وكان ميرتس قد عرض على الرئيس الروسي هدنة مؤقتة في أعقاب اجتماعه مع دبلوماسيين أوكرانيين وأوروبيين وأمريكيين في برلين، وبشأن تشكيل قوى متعددة الجنسيات لضمان وقف إطلاق نار في أوكرانيا. قال بيسكوف إن الكرملين اطلع على التقارير الصحفية المتعلقة بتصريحات القادة الأوروبيين بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا. اقترحت المفوضية الأوروبية إلغاء الحظر المفروض على السيارات الجديدة ذات محركات الاحتراق الداخلي اعتبارا من عام 2035 استجابة لضغوط من شركات صناعة السيارات المتعثرة، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وبموجب المقترح الجديد سيتم التخلي عن هدف تخفيض الانبعاثات بنسبة 100%، وبدلا من ذلك سيتم إقرار استثناءات تكتفي بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة تصل إلى 90% فقط، مقارنة بسنة الأساس 2021. وبحسب المفوضية الأوروبية ستشمل هذه الاستثناءات جميع السيارات التي يرغب المصنعون في طرحها في السوق بعد عام 2035. كما يشترط المقترح أن يتم تعويض الانبعاثات باستخدام الصلب الصديق للبيئة ووقود أكثر مراعاة للمناخ. ناقش المنتدى الصيني الروسي السادس الذي عقد في بكين تعزيز الصداقة بين البلدين ودعم تنميتهما من خلال التعاون الإعلامي. وأكد الحضور أن العلاقات الصينية الروسية في ظل التوجيه الاستراتيجي لرئيسي البلدين حافظت على تنمية مستقرة وصحية ورفيعة المستوى، ما يقدم نموذجا لنمط جديد من العلاقات الدولية والعلاقات بين الدول الكبرى المتجاورة. وفي مايو من هذا العام وقع رئيسا البلدين وأصدرا بيانا مشتركا بشأن زيادة تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة للتنسيق بين الصين وروسيا في العصر الجديد، حيث أشارا إلى تعميق التعاون في القطاع الإعلامي بين البلدين. ووقع الجانبان 11 وثيقة بشأن تعميق التعاون الإعلامي بين الصين وروسيا.
ختاما سادتي لنشرة الأخبار إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. وزير الخارجية السيد عثمان صالح يستقبل نظيرته السويدية. إريتريا تشارك في المؤتمر 120 للدول الإفريقية والكاريبية والمحيط الهادي. تقييم أنشطة إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر. ترامب يفرض حصارا بحريا نفطيا على فنزويلا وكاراكاس تعتبره تهديدا بشعا. موسكو ترفض هدنة مؤقتة مع أوكرانيا وتعارض وجود قوات لحفظ السلام. مقترح يلغي حظر بيع سيارات البنزين والديزل بعد عام 2035. بذلك سادتي وصلنا إلى ختام نشرة أخبار هذا المساء من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.